السلام عليكم يا شباب. يا رب تكونوا بخير كده وبصحة دايما وبسعادة كده يا رب وتوفيق وتحقيق الأهداف. لما دايما بنتكلم على الأهداف ودايما بنتكلم على النجاح والمبيعات، فدايما زي ما قلت لك بترجعنا على الحياة الطبيعية. وبما ان الأحداث اللي فاتت وكل الناس اتكلمت على نظام الطيبات، أنا هتكلم عليه من وجهة نظري كمبيعات ووجهة نظر مدرسة البيع. نظام الطيبات خلق فرصة مبيعات سبحان الله. الأصناف ما كانتش يعني إيه، يعني أقول لك مثلا إيه، حقق مثلا 1000% من مبيعاته. المندوب أقول لك عمل 1000% من المبيعات بتاعته. زي شركات العيش أو الخبز اللي هو كامل الحبة، اللي هي زي ريتش باج. وفي ناس ما شاء الله اذكياء جدا زي فرج الله عمل منتج بالظبط ونزله وباعوا منه مبيعات الفتره اللي فاتت ارقام خياليه. انا متابع ارقامهم، ارقام خياليه. ليه؟ لان السوق كله او الفكر كله راح يدور على الحته دي، فبدات الناس تشتغل عليها وبدات الناس تحط منها منتجات في السوق وتزود، وسبحان الله ارقام فظيعه. يعني كارفور عمل منها ارقام رهيبه. فهي دي المبيعات، وهو ده الذكاء، ان انت بتستخدم المبيعات وبتستخدم ان الافكار بتاعتك والشغل بتاعك، ان انت تروح على الحته اللي هي الناس عايزاها او الحته اللي هي خلاص الناس بدات تدور عليها، انت اجري على طول واشتغل عليها. بعكس اللي حصل السلبي اللي هو الناس خسرت، اللي هم الناس اصحاب المزارع والناس اللي عندها بتشتغل مثلا في البيض اسعاره نزلت جدا الفتره اللي فاتت بشكل كبير. يعني هقول لك 40% او 35% من سعر كرتونه البيض نزل. دي المبيعات، وهي دي دايما اللي احنا بندور على الناس يا جماعه. دايما خليك مرن في السوق، ودايما خلي عندك اكتر من منتج، ودايما خليك ماشي مع السوق ماشي ازاي. فالناس اللي استغلت الحته دي نجحت وعملت ارقام او نجحت. فنظام الطيبات سبحان الله نجح ناس، لو انا بصيت لها من وجهه نظر المبيعات، نجح ناس كمبيعات وعملت ارقام وكسبت عليه، وخسر ناس. زي بالظبط ما حصل ايام ما تفتكروا ايام كورونا. انا حضرت شخصي بقى، لان احنا كنا بنبيع الكمامات الماسك اللي كنا بنبيع كرتون ايامها، كنا بنبيع كرتون في السعوديه بحوالي 60 ريال. اقول لك تنو يعلى لحد ما والله انا بعت كرتون مره ب 3000 ريال. تخيل كرتون من 50 ريال وصل وقت الازمه ان 3000 ريال. انا فاكر جاني واحد قال لي بص عندي غرامه لو ما دفعتهاش، لو ما دخلتش المنتجات دي المستشفى عندي غرامه كبيره. كنا اياميها ان انا عم ده وصل كده، قال لك هاخد ما فيش مشكله. طبعا هو احنا كنا شارينها من بره غالي وبعناها برضه، اشتريناها من السوق لان كان عندنا طلبات، فاشتريناها برضه غالي جدا وبعناها غالي. يعني ما كانش لان كان المخزون عندنا خلص اصلا. فهي دي المبيعات وهي دي قصه السوق دايما، ان السوق ماشي مع احداث، ماشي مع افكار، ماشي مع اقول لك اشاعات. ساعات بتطلع اشاعه على منتجات، يا اما بترفعها جدا يا اما بتنزلها جدا. فالنصيحه دايما لرجال الاعمال او اصحاب المصانع او اصحاب الشركات، نوع في منتجاتك، خلي عندك اكتر من اوبشن في المنتجات، خلي عندك تنوع شويه. ليه؟ عشان لو وقع منك منتج تقدر تطلع بمنتج تاني، عشان لو طلعت اشاعه او طلع حاجه على منتج تقدر تعمل منتج تاني وتقدر تنجحه في السوق. فهي دي النقطة المهمة، ان انت دايما يكون عندك عينك على السوق، ودايما تقدر تنجح منتج، تقدر تسوقه بشكل كويس، تستغل الفرص اللي موجودة في السوق. دايما الأحداث الخارجية بتأثر على المنتجات، بتأثر على السوق، بتأثر على الشغل اللي موجود في الشركات. فخليك دايما مواكب اللي بيحصل في السوق. فسبحان الله نظام الطيبات الله يرحمه الدكتور ضياء افاد ناس، وفي ناس كتير اشتغلت عليه ونجحت، وفي ناس كتير لا ما ظبطش معاها كنظام. بس هو انا من وجهه نظر المبيعات هو خلق سبحان الله خلق تحدي للشركات، وخلق فرص لشركات تانية، وخلى الشركات تتحرك في مجالات كتير تقدر تشتغل بيها.
فدايما خلي انت كراجل بتاع مبيعات برضه، خلي دايما عندك الحته بتاعت ان انا اكون عندي فلكسبيليتي للي حاصل في السوق. اي حاجه بتحصل في السوق لازم اواكبها، لازم انا انقلها للشركه بتاعتي. ده مهم جدا. تحياتي ليكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع.